اكتر سؤال سالته في حياتي تقريبا، ازاي قدرت تغير شكل جسمك؟ رحله 6 سنين كلها اجتهاد شخصي، قرات وبحثت وجربت حاجات كتير جدا، غلطت واتعلمت من الغلطات اللي انا غلطتها. بس انت مش محتاج حتى ربع المده دي عشان تبني جسم كويس او عشان تعمل فورمه. خلينا نديك مثال صغير كده. تخيل ان في واحد عايز يروح مكان معين، وعنده واحد صاحبه هو عارف المكان ده وراحه قبل كده، بس هو قرر ان هو ما يسالوش المكان ده بيتروح ازاي او اركب له مواصلات ايه، وقرر ان هو يجرب بنفسه. فضل يمشي ويسال ده ويسال ده، واحد يرد عليه واحد ما يردش، واحد يوصف له حاجه غلط وبعد ما يروح يكتشف ان هو كان ماشي في الطريق الغلط اصلا ويرجع تاني من الاول. هو ده باختصار الاجابه على السؤال، هل انا فعلا عشان اعمل فورمه او عشان اعمل دايت بلان كويسه او عشان اعمل جدول تمرين مناسب ليا يقدر فعلا ان هو يغير جسمي؟ هل انا محتاج ان انا اشترك مع كوتش او اخش تدريب مع اي مدرب؟ باختصار اجابه السؤال ده هي الاجابه. الفكره ان المدرب او الكوتش هيختصر عليك وقت كبير جدا، لان هو عدى ومر بتجارب وتعلم وجرب في ناس كتير، فبالتالي هو هيجيب لك الناهيه. لكن انا النهارده جاي اقول لك على تجربتي الشخصيه اللي انا مريت بيها، ما استعنتش فيها باي مدرب تقريبا، واعتمدت على ان انا ادور وابحث واتعلم. فانا جاي اقول لك الخلاصه، ازاي تبني جسم كويس وتقدر تزيد في العضل، سواء ان انت كنت رفيع عندك مشكله حاولت كتير جدا ان انت مثلا تزيد في عضل او حاجه او تزيد في الوزن، الموضوع كان فيه صعوبه شويه، او ان انت اصلا زياده في الوزن وعايز ان انت تقل. الموضوع ده طويل وفيه تفاصيل كتير جدا، فانا حبيت ان انا اقسمه على 3 فيديوهات. ده هيكون اول فيديو، حبيت ان هو يكون في المطبخ، لان مشوارك اللي انت عايز توصل له او الهدف اللي انت عايز توصل له ده 80% او 70% منه بيبدا من هنا في المطبخ. كام مره انت نزلت الجيم وقعدت اسبوعين 3 4 تتمرن كويس ومركز وبتاكل وفاكر ان نفسك ان انت بتاكل صح وبتاكل كميه اكل كافيه، ما بتلاقيش نتيجه؟ السبب مش عشان انت بتتمرن غلط او عشان انت بتعمل حاجه غلط. انت اصلا كمبتدئ او لسه واحد لسه بينزل جيم في فتراته الاولى، اي تمرين حديد هيطلع لك عضلات في حاله واحده بس، ان باقي العوامل مظبوطه وكانت صح، سواء كان الاكل او النوم او الريكفري او ان انت تريح وما تتمرنش كل يوم. ودي نقطه هنتكلم عنها في فيديو تدريب. زي ما قلت لك، اول فيديو هيكون بيتكلم عن الدايت وازاي تعمل دايت بلان لنفسك بدون ما تحتاج اي حد، وهقول لك على التريكات اللي هتساعدك تختار اكل كويس تعرف تلتزم بيه اطول وقت ممكن وما تزهقش، وهو ده السبب تقريبا اللي بيخلي اي حد بعد ما يبدا يريح تاني. تاني فيديو هيكون بيتكلم عن تمرين، ازاي تتمرن صح، اتمرن كام يوم في الاسبوع، اتمرن كام مجموعه، المجموعه تكون كام عده، اتمرن بشده التمرين عامله ازاي. كل ده هيكون في الفيديو الثاني بتاع فيديو التمرين. والفيديو الثالث هقول لك ازاي تلتزم، هي دي السر، وهو ده فعلا احسن حاجه واكتر حاجه انا اتعلمتها في ال6 سنين دول، ازاي تتغلب على صعوبات الحياه والظروف اللي بتطلع لك كل يوم، لان انت عمر الظروف ما هتخلص. ازاي تقدر تواكب ده ولما تقع تقوم بسرعه، وحتى لما تقع ما تقعش قوي وما تخسرش جزء كبير جدا من المجهود اللي انت عملته. وهقول لك على شويه تريكات بسيطه هتخليك تلتزم ان شاء الله وما تبطلش الجيم تاني. نبدا ونقول بسم الله. اول حاجه كده، اي دايت بلان هتعمله سواء بتخس او بتتخن، في 3 ثوابت لازم نحطهم، مش هتغيرهم، هيفضلوا معاك طول حياتك، مش وانت بتلعب جيم بس، وهم دول فعلا بدايه ان انت تغير في اللايف ستايل بتاع حياتك، بيكون عندك فعلا نمط حياه صحي وما فيهوش لخبطه. ال3 دول لازم تشيلهم من يومك، السكر والملح والزيت. ال3 دول لازم تتعود ان انت تشيلهم من اكلك وتحط لهم بدايل. البدايل ايه؟ السكر بديله هو سكر الدايت، والزيت بديله زيت الزيتون او السبام، ده بيعبر عن سبراي كده بترشه على مثلا على الطاسه اللي هتشوي عليها عشان الاكل ما يلزقش في الطاسه. وثالث حاجه الملح، وده ما ينفعش تقطعه تماما من نظامك الغذائي. اي حد يقول لك اقطع الملح من نظامك الغذائي عشان تخس، اعرف ان ده مش فاهم اي حاجه. الملح ما ينفعش يتقطع من اكلك، لان الملح مسؤول عن كل حاجه تقريبا، كل وظيفه حيويه جسمك بيعملها الملح داخل فيها. كل اللي انت هتعمله ان انت هتقلل كميه الملح اللي في اكلك، 5 جرام في اليوم على اكلك كله، كميه كويسه جدا، مش هتحبس ميه في جسمك، مش هتعمل لك اي مشاكل ولا هتعمل لك مشاكل صحيه على المدى البعيد. يعني الصوديوم او الملح هو السبب الرئيسي في ان جسمك يحبس ميه. ناس كتير جدا عندها كرش، فاكر ان الكرش ده كله دهون، ويقول لك انا هعمل عجز في السعرات وهنزل هجري وهعمل كارديو والكلام ده كله، وهلعب حديد عشان انزل الدهون. جسمك او الكرش ده يعني معظمه اصلا مش دهون، النسبه الاكبر فيه هي ميه. طب ليه الميه دي اتجمعت في جسمي وليه اتحبست تحت الجلد بالشكل ده؟ بسبب الصوديوم العالي في الاكل، الزيوت، الفاست فود، الحاجات المملحه. طيب انت دلوقتي واحد لسه نازل جيم وعايز دايت خفيف كده سريع بدون تعقيدات، فعلا يساعدك ان انت تغير شكل جسمك بدون بقى ما اخش في حسابات كالوريز ان وكالوريز اوت. فخليني اقول لك على
دايت كده بشكل سريع هيناسب معظم الناس تقريبا. جربه في البدايه قبل ما تلزم نفسك بدايت وتعمل دايت، وشوف النتيجه هتبقى عامله ازاي. هتعمل كام حاجه اللي انا اقول لك عليهم دول. اول حاجه، لو بتاكل مثلا وجبتين في اليوم هتخليهم 3 وجبات، ولو بتاكل 4 وجبات هتخليهم 5 وجبات. الوجبه الزياده دي حاول تكون حاول تكون بالظبط زي ما انا بقول لك كده، تكون 300 جرام رز بعد السوا، ويكون الرز مثلا رز بسمتي يكون مسلوق، ما يكونش معمول بزيت او حاجه، و150 جرام فراخ، صدور فراخ، خلينا في الصدور عشان هي اقل جزء في الفراخ فيه دهون، ف150 جرام فراخ، وده بعد السوا طبعا. وخلي الوجبه دي تكون وجبه زياده زي ما قلت لك، لو 2 خليها الثالثه، ولو 3 خليها الرابعه. وهتزود معاهم حاجه صغيره كمان، هي عباره عن شيك. هقول لك الشيك ده بعد كده هيكون ايه، بس هيكون هو ده الوجبه الزياده على وجبات. بقى هتبقى في وجبه زياده وهيبقى معاهم شيك بنسبه كبيره. لو عملت اللي انا بقول لك عليه ده بدون ما هتخش في تعقيدات ولا حسابات ولا اي حاجه، كل اللي بتاكله زود الوجبتين دول، التزم شهر ونص شهرين بتتمرن كل يوم وبتريح الراحه المظبوطه 100%، هتعمل عضلات وشكل جسمك هيختلف تماما. طبعا بجانب الالتزام بتركات التمرين والنوم والراحه الكافيه، ودول اللي انا هقول لك عليهم ان شاء الله في الفيديوهين الجايين. طيب لو انت بقى ناوي تركز وتعمل خطه مظبوطه ومش عايز تمشي بشكل عشوائي، وده اللي انا عملته زمان وجاب معايا نتيجه بشكل مرعب. يعني انا اول 3 شهور التزام بالظبط من بدايتي في الجيم زدت حوالي اكتر من 8 او 10 كيلو. ان انت تمشي بخطه مظبوطه وتحسب الاكل اللي انت بتاكله هيسرع نتائجك بشكل كبير جدا من ان انت تمشي بشكل عشوائي او ان انت تاكل اي حاجه متاحه قدامك. الخطوه الاولى ان انت لازم تحسب سعرات ثباتك. لازم اعرف جسمي بدون ما اروح التمرين او اعمل اي مجهود زياده عن المجهود اللي انا بعمله في اليوم، اللي انا بمشي، بنزل، بطلع السلم، بروح الشغل، برجع من الشغل. المجهود ده بيحرق كالوريز معينه في اليوم. انا عايز اعرف ايه الكالوريز اللي بتتحرق دي، وهي دي بتبقى سعرات ثباتك اللي انت لو دخلتها في اليوم جسمك هيفضل ثابت في الوزن، مش هينزل من وزنه او هيعليه، ولو زودت هيزود في وزنه، ولو قللت هيقلل في وزنه. تاني خطوه، لو عايز تزيد في الوزن هتزود 300 سعره، ولو عايز تخس هتشيل 300 سعره. يعني لو مثلا سعرات ثباتك 2000 كالوري، لو انت رفيع وعايز تزيد في الوزن هتخليهم 2300، ولو انت عايز تقل في الوزن هتخليهم 1700. طيب ليه ما زودش 1000 سعره بقى وازيد في الوزن جامد واختصر وقت طالما الموضوع كله كالوريز ان كالوريز اوت؟ الفكره ان انت جسمك مش ساذج، جسمك ليه طاقه استيعابيه من الكالوريز وهو بياخد اللي هو محتاجه بس، ولو لقى ان في اي فائض بعد كده دايركت على طول هيقوم محوله ان هو يبقى دهون، حتى لو كان بروتين. تمام، حتى لو كان بروتين. على سبيل المثال خليني اقول لك على الدايت بلان اللي انا ماشي عليه الفتره دي، وهتفهم اللي انا بقول لك عليه بالظبط، وهتعرف ايه نوعيه الاكل اللي انت فعلا لازم الدايت بلان بتاعك ما يخرجش براها. الفتره دي انا في فتره بالك او في فتره تضخيم، بدخل حوالي 3200 سعر حراري على 3 وجبات، وجبه شيك وجبه سناك، يعني كل الاجمالي 5 وجبات. طبعا لو انت عايز تاخد الدايت بلان ده تمشي عليه مفيش مشكله، هيجيب معاك نتيجه، بس لو انت قريب من شكل جسمي او من طولي او من وزني. لكن لو انت جسمك مختلف تماما او طولك مختلف تماما فانت محتاج تعمل دايت بلان مناسب لجسمك انت. وجبه الفطار بتكون 3 بيضات اومليت كاملين، ما بعملش الصفار، بعمل البيض كامل، وبيكون معاهم 4 شرايح عيش توست او عيش تورتيلا، يعني ايا كان فيهم، عيش توست او عيش تورتيلا. الفكره ان عيش التورتيلا خفيف وبيبقى مصدر كارب حلو جدا، انا بحبه بصراحه اكتر من عيش التوست، ولكن الاكتر اللي انا بستخدمه هو العيش التوست الابيض. وممكن طبعا تستخدم التوست البني في انواع كتير، لكن خليك في الاثنين دول، يا توست ابيض توست بني، وعيش التورتيلا. والبيض بسويه في الطاسه بزيت زيتون، بلاش سمنه او زبده او حاجه زي كده. زيت الزيتون فكره ان هو دهون صحيه وسعراته عاليه، هيزود معاك السعرات وفي نفس الوقت مش هيضر جسمك. والوجبه دي فيها 600 سعر حراري. تاني وجبه بتكون قبل التمرين، دي باخد فيها موزتين او 5 تمرات على حسب، ساعات بحب اغير كده وساعات بحب اغير كده، مع 40 جرام فول سوداني ني ما يكونش متحمص او حاجه، وسكوب الكرياتين وكوبايه القهوه. دي الوجبه اللي انا باخدها قبل ما انزل التمرين على طول بنص ساعه او ساعه الا ربع، والوجبه دي فيها 400 سعر حراري. وجبه بعد التمرين زي ما قلت لك هي الوجبه اللي انت هتزودها في نظامك الغذائي، بتكون 300 جرام رز بعد السوا و150 جرام فراخ، والوجبه دي فيها حوالي 600 سعر حراري تقريبا. وبعدين نيجي للبابا بقى، الشيك. الوجبه دي تقريبا الوجبه الوحيده اللي من ساعه ما بدات اتمرن وبدات انزل جيم ما شلتهاش من نظامي الغذائي ابدا، كل يوم بعملها وعمري ما زهقت منها الصراحه. وهي فعلا السر في ان انت تتطور بشكل رهيب، لانها بتعوض يعني تقريبا تلت سعراتي بتبقى في الشيك ده، وما بياخدش وقت، بعمله تقريبا في 3 دقايق وبشربه في 4 دقايق بالكتير لو انا بطني فاضيه يعني، فهو ما بياخدش وقت خالص. باختصار عشان نعمل الشيك ده اول حاجه نحتاجها الشوفان، دول حوالي 100 جرام شوفان،
تمام. الشوفان عادي ممكن تعمله مطحون، انا بحب اعمله مطحون الصراحه، وممكن عادي تعمله حبه كامله زي ما هو، بس المطحون بيبقى اسهل في الهضم يعني، بيبقى ما بتحسش بطعمه قوي يعني. الشوفان اول حاجه، وبعدين الموز، وبعدين عندنا الواي بروتين. تمام. اي نوع واي بروتين عندك، سواء كان خام او كان بطعم او حاجه، وزبده الفول السوداني. تمام. زبده الفول السوداني. وبعدين اخر حاجه هيكون اللبن. اول حاجه هنحطها الموز، دول موزتين تقريبا يعني، الموزتين بيكون في حوالي حدود 140 جرام تقريبا. بعدين هنحط سكوب الواي بروتين. بعدين هنحط معلقه كبيره زبده فول سوداني، تقريبا بتبقى حوالي 30 جرام. وبعدين هنحط 250 جرام لبن. بعدين هنحط الشوفان. البتاع ده فيه حوالي 1000 سعر حراري، واحيانا ساعات بحط معاه 3 بيضات كده نيين يعني، خد بالك ما بيبقاش باين طعمهم على فكره ولا الزفره بتاعتهم، بس الموضوع طبعا مش صح. انا بعمله لما بكون مزنوق كده في اليوم، لكن الموضوع ده صحيا مش ما ينفعش تكرره بشكل كبير جدا يعني. فبتوصل حوالي 1250 سعر حراري، وممكن كمان لو انت زودت معلقه فول سوداني كمان او زودت اي حاجه هتوصل معاك 1300 1400. فالصراحه اختراع لا غنى عنه لاي واحد بيضخم. اخر وجبه بقى، مش عايزين نبقى معقدين، بتبقى الوجبه الموجوده في البيت على الغداء، يعني ممكن تكون مكرونه، ممكن تكون رز، كفته، فراخ. حاول ان معظم اكلك يكون من الحاجات دي، وتاخد الكميات المناسبه. زي ما بقول لك، الكارب بيكون في رينج 300 سعر 300 جرام، والبروتين يكون برضو في رينج 150 جرام صافي بعد السوا. وتقريبا وجبه الغداء لو انت عملت زي ما انا بقول لك كده، سعراتها هتتراوح من 600 سعره 650 سعر حراري في الرينج ده يعني. زي ما قلت لك ممكن تاخد النظام ده وتمشي عليه بالظبط. بس لو انت وزنك وطولك قريب مني، انا وزني حوالي 90 وطولي حوالي 184، لو انت لسه مبتدئ ممكن تقلل بقى شويه عن كده، تقلل 500 سعره او 600 سعره، وان شاء الله باذن الله هتلاحظ فرق واضح جدا في جسمك، وكل الناس اللي حواليك هتلاحظ الفرق ده برضه. لكن لو وزنك او طولك او سنك مختلف عني، يبقى النظام ده مش هينفع لك، ولازم يبقى في نظام معمول لك انت مناسب لسنك ووزنك وطولك، طبيعه يومك اصلا، كمان الاكل اللي انت بتحب تاكله والاكل اللي انت ما بتحبوش، لان انا ممكن اكون حاجات انا باكلها انت ما بتحبش تاكلها، وهكذا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب. السلام عليكم.